بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك. طيب كما ترى أخي عصام، يعني مناصري الثورة السورية من كافة البلدان العربية والإسلامية، أقدم لك أخونا الحبيب فيروس لكي يتداخل معك، وبعده أترك المايك لأخي وصديقي زياد اللي راح يقدم لك أبو حمدي من فلسطين. تفضل أخي فيروس، وأعطي المايك بعديك لزياد. بارك الله بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم. فرصة سعيدة أخي عصام. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي الكريم. الله يسلمك أخي، الحمد لله نعمة من الله. وبيض الله وجهكم يا أبطال، والله العظيم أنتم فخر لهذه. الله يسلمك أخي الكريم، الله يسلمك. والله العظيم أنا بس ما عندي، والله الله يسلمك أخي الكريم. أقول والله الذي لا إله إلا هو يا أخ عصام، لو إني الآن متواجد عندك لأخذت جزمتك العسكرية ونظفتها أنت وأي مجاهد على أرض بلاد الشام. والله العظيم من أكبر مجاهد إلى أصغر. الله يسلمك أخي، الله يسلمك. ما بعرف، خجلتنا كثير هيك. والله يا أخي، والله الذي لا إله إلا والله لا، والله العظيم قلوبنا معكم. احنا والله ننظر لكم. الله يجزيك خير أخي. والله العظيم أنتم فخر الأمة، أنتم فخر الأمة. تبارك الله فيكم وبيض الله وجهكم. والمايك لأخونا زياد. الله يسلمك أخي. أنت ما سألت وحبيت تعلق على كلامي، وأنا بدي أحب أعلق على كلامك. بالنسبة للثورة السورية، أنا ما بسميها الثورة السورية، أنا بسميها الثورة الإسلامية والثورة الإنسانية. ثورة إنسانية. سوريا اليوم الشعب السوري عم يخوض ثورة باسم الإنسانية كافة على أرجاء الوطن أرجاء العالم كافة. وثورة إسلامية ضد الظلم والكفر. فالثورة أنا بسميها الثورة السورية هي الثورة الإسلامية الإنسانية، ثورة كونية. ألو. تفضل يا أخي زياد. أخي زياد المايك لك يا أخي زياد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب مرة أخرى بالأخ المجاهد الرائد عصام، وإن شاء الله ينصركم عاجل غير آجل على هؤلاء العصابة المجرمين، ويخلص الشعب السوري من هذا الإجرام. أنا أقدم أخونا أبو حمدي. هل أنت موجود أخونا أبو حمدي؟ طيب، بينما يجهز أخونا أبو حمدي أسألك سؤال أخي عصام. ما هي العلاقة مع المجلس العسكري الأعلى، وما هو رأيكم أو علاقتكم بالمعارضة السياسية في الخارج المكونة أو الممثلة بالائتلاف الوطني؟ تفضل يا أخي عصام. نعم أخي. بالنسبة تفضل خلص السؤال أخي. نعم نعم. بالنسبة للمجلس الأعلى أو القيادة المشتركة، ما يسمى القيادة المشتركة، بوجود عندما تم تشكيل هيئة الأركان صارت الأمور كلياتها بإيد هيئة الأركان. المجلس العسكري صار على مستوى المحافظات فقط، والعلاقة جيدة مع المجلس العسكري وهيئة الأركان. بالنسبة للمعارضة الخارجية، حقيقة نحن أحيانا نتفاجأ من موقف بعض المعارضين في الخارج. بالنسبة للائتلاف الوطني علينا كثير ملاحظات لعمله، يعني ما قدم كثير بالنسبة للشعب السوري. اجتماعاتهم كثير، قاعدين بأفخم الفنادق، رواتب عالية جدا إلي ولأبنائي، والشعب السوري عم يتقتل ويتذبح. ولا شخص شفته من أعضاء الائتلاف جرب يجي يدخل على مخيم ويطلع على أحوال اللاجئين اللي أحوال منكوبة تماما. فكتير إنه ملاحظات عليه وتحفظات عليه. اللي بده يشتغل بالنسبة مع الشعب السوري يتفضل يدخل لجوا ويشارك الشعب السوري بهمومه وأوجاعه وظروف المعيشة، الظروف القاسية. أما قاعد بالفندق أكيد ما رح يحس بمعاناة الشعب السوري.
ممكن اخي الكريم، لو تكرمت تعطينا عن الاوضاع بحمص بشكل عام. أخي بالنسبة لمدينة حمص، مدينة حمص كما نعلم جميعا النظام عزز وجوده بشكل كبير جدا عليها، لأنه يبدو أنه في حال أقام كيان أو عم يفكر يقيم كيان عن ظنه أنه تكون عاصمة هالكيان هي مدينة حمص. مدينة حمص مقطعة الأوساط تماما. بالنسبة للمدينة، مدينة حمص مركز المحافظة هي مطوقة تماما، ولا يوجد أي طريق داخل حمص أو خارج يصل بخارجها بالريف. كذلك الريف مقطع. منطقة القصير قبل دخول حزب الله وجيش النظام إليها أيضا معزولة تماما عن الريف المحيط بها. كان الطريق الوحيد إلى عن طريق بلدة عرسان اللبنانية. بالنسبة إلى منطقة الرستن وتلبيسي أيضا معزولة هذه المنطقة، والنظام عازل عن محيطه. هذه المنطقة تسمى بريف حمص الشمالي، أيضا معزولة ومطوقة من كافة الجهات. كان هناك جسرين يربطون ريف حمص الشمالي مع ريف حماة الجنوبي، جسر العسيلي وجسر آخر. مؤخرا قام النظام بقصفهم بالطيران ليحكم الحصار على هذا الريف أيضا. طيب بارك الله فيك أخي. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. أخي زياد أبرق لي على الخاص بأنه يعني أكمل معكم. حياكم الله ولي الشرف. أخي أبو حمدي سامعني؟ بارك الله فيك أخونا أبو حمدي، تفضل معك المايك أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي الكريم. في البداية طبعا أخي عصام، يعني أنا من فلسطين وبقدم لك التحية ولكل إخوانك الثوار والمجاهدين من فلسطين جميعا، يعني دون استثناء من أهل فلسطين. وطبعا هذا بارك الله فيك أخي. الله يخليك أخي. فلسطين مدرسة النضال بالنسبة لي. الله يبارك فيك. طبعا يعني احنا من خلال متابعتنا للثورة المباركة لأهلنا في سوريا ولإخواننا وأحبتنا ولثوارنا مجاهدينا، أصبح لدينا شعور كفلسطينيين أن هذه الثورة هي ثورة أمة، وليست فقط الآن ثورة أهل سوريا لوحدهم. الآن السؤال اللي أنا يعني وكل معظم الفلسطينيين الموجودين في الداخل تحت الاحتلال بنوبهم السؤال كالآتي: إنه هل يا ترى عند إخواننا الثوار المجاهدين في سوريا هل عندهم نظرة لدى أهلهم وإخوانهم في فلسطين لتحريرهم؟ طبعا هناك أمور كثيرة يعني نتحدث فيها عن الأوضاع الموجودة لدى أهلنا وإخوتنا في سوريا، وبالذات ثوارنا ومجاهدينا. طبعا بنعرف إنه في مشاكل تسليح وتسخير ومشاكل كثيرة من هذا النوع، لكن برضو على نفس القدر يعني الاحتلال جعلنا كلنا معظم الفلسطينيين سياسيين، يعني يستطيع الفلسطيني أن يحلل ما حوله من السياسة. السؤال الآن كالآتي: نحن نعرف هذه الدول الغربية لا تقدم شيء دون مقابل. هل في توقعاتكم إنه الغرب ممكن يكون من ضمن المطالب اللي طلبها هو عدم النظر إخوتنا المجاهدين والثوار في سوريا لتحرير فلسطين بالقوة العسكرية؟ وبارك الله فيك وشكرا كثير لك.
أخي بالنسبة للقضية الفلسطينية هي قضية الشعوب العربية وليست قضية الأنظمة. نحن بنعرف أنه معظم الأنظمة العربية تاجرت بالدم الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية، وما كان يوم من الأيام هم الأنظمة العربية أبدا فلسطين، بينما هي كانت هم الشعب العربي. بالنسبة للغرب ممكن يطلب هيك طلب، بس أكيد يكون على ثقة تامة. الشعب السوري ما بينتبه لأي أو لا بيصغي لأي مطالب من هالنوع هذا. الشعب الفلسطيني هو قلب الشعب السوري، والشعب الفلسطيني مو النظام كان محتضنه، كانت الشعب السوري محتضنه. وأكيد نحن بنهاية ثورتنا وانتصارها إن شاء الله أكيد راح تكون قضيتنا، راح نرجع القضية الفلسطينية لرونقها، وهي قضية العرب والمسلمين الأساسية. فالغرب ما طلب لأنه بيعرف أنه ما راح يرد عليه الشعب السوري ويلبي له الطموح، وانه عزل الشعب السوري وعن الشعب الفلسطيني، او عزل القضيه الفلسطينيه عن شعوب العربيه. نعم صدقت. طيب أخي عصام، يعني بعرفش أخونا عماد موجود؟ مش موجود. طيب مش مشكلة أخي، مش مشكلة أخي عماد. الو، السلام عليكم. لو سمحت. وعليكم السلام. ليش قفزت يا؟ طيب أخي عصام، بارك الله فيك، نشكر لك جهودك. عماد موجود يا حمزة. ما هو أبرق لي على الخاص إنه مش عايز يتداخل أخي. مش مشكلة. أخي عصام، كلمة أخيرة، هل من كلمة أخيرة بتحب توجهها إلى الأمة العربية والإسلامية أخي؟ بارك الله فيك. وقبل ما تجاوب بارك الله فيك، أقدم لك أخي عماد من تونس أونر الغرفة لنختم هذا اللقاء الجميل مع حضرتك. تفضل أخي عماد. أول شيء السلام عليكم أهلين أخ عصام، باسمي وباسم كل أعلام الغرفة وكل اليوزرات، كل أهل السنة والجماعة. رحب فيك وشكرا. آسف ما كنت أقدر أكون معاكم. أنا ما بدي أطيل عليك، أنا كل اللي بدي أقول لك إياه الكل معاكم. الله معاكم، احنا معاكم ان شاء الله. الله ينصركم وبارك الله فيكم. وان شاء الله انت تواصل مع اخي سامي في كثير اشياء هو بيعرف، وجزاك الله خير ونورت الغرفة. واي وقت ان شاء الله بدك تحكي تشرف، واعتبرها منبر اعلامي لك ولكل انا بقول عليهم المجاهدين. الله ينصركم وجزاك الله الف خير، وقدم لك كلمة الخدمة. الله يسلمك أخي، بتشرف أنا أكون معكم على طول إن شاء الله. طبعا أنا بدي أختم حديثي. لو كانت خاتمة الحديث كانت طويلة شوي، بس لازم أوجه رسالة. أول شيء بالنسبة للشعوب العربية، بدي أوجه رسالة للشعوب العربية والإسلامية وللأنظمة العربية والإسلامية أنه ينتبهوا على خطورة الشيعة، سواء بإيران أو بلبنان أو في سوريا أو في العراق. لا سمح الله إن كسرت الثورة السورية، لا سمح الله، سيطال الخراب معظم البلدان العربية والإسلامية. تنبهوا أيها الأنظمة العربية والإسلامية. الشعب السوري اليوم يقاتل باسم الأمة العربية، يقاتل باسم الإنسانية أجمع. الشعب العربي السوري اليوم يقدم التضحيات. ليست اليوم ثورتنا ثورة ضد نظام فقط، إنما ثورة على الطغيان في العالم كلياته. الشعب السوري هناك لديه شباب يودون القتال ويودون الجهاد، ولكن الإمكانيات صعبة. نرجو دعم الثورة السورية، الشباب السوري الذي يضحي بكل ما لديه. اليوم نحن ما بدنا نتنعم بسيارات، ولا بدنا فنادق، ولا بدنا شيء. بدنا فقط سلاح. ما بدنا ناكل، ما بدنا نشرب، ما بدنا نركب سيارات، ما بدنا نحكي جوالات. نحن اليوم فقط نحتاج إلى السلاح والذخيرة. السلاح والذخيرة، هذا اللي بد إني يختم فيه حديثي. بارك الله فيك أخي عصام.
كان معنا أيها الإخوة الرائد عصام حجازي، قائد لواء أحفاد عثمان بريف حماة. شكرا لك وجزاك الله كل خير. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن بالنصر على أهلنا وإخواننا في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.